اكيد عملت الجمبري قبل كده كذا مره وباكتر من طريقه، وبتلاقي برضو في اختلاف ما بين الطعم اللي بتعمليه والقرمشه الموجوده فيه وما بين الطعم اللي بتلاقيه بره. وده لسبب بسيط جدا انك بتعمليه غلط. واحب اقول لك ان الموضوع بسيط جدا والتريكات سهله قوي، ولو اتبعتي الخطوات صح هيطلع معاكي جمبري مقرمش حلو جدا حتى لو كان حجمه صغير زي ما انت شايفه كده. يعني من الاخر هتاخدي جمبري تغليفه متماسكه مقرمش والزيت مش محروق منك وناجح 100%. اول حاجه لايك وشير طبعا قبل اي حاجه. ومعاكي رشا الغفير اوريكي ازاي تقشري الجمبري مهما كان حجمه صغير. الطريقه دي بتبعها مع الصغير والكبير وسهله جدا. بتشيلي الراس وتروحي ضاغطه على ديل الجمبريه من الظهر كده لحد ما يطلع معاكي. بصوا كده، بمجرد ما تضغطي على الديل بتروح الجمبريه متزفلطه معاكي بمنتهى السهوله. وده لو كانت الجمبريه طازه، اما لو كانت مجمد بتلاقيه صعوبه شويه وانت بتقشريه زي ما انت شايفه كده. الموضوع بسيط قوي يا جماعه، الموضوع مش حكر على حد والاسرار مش حكر على حد. كل ما هنالك ان في تكنيك معين لو اتبعتيه هتاخدي احلى طعم واحلى قرمشه، وكمان مش شارب زيت وتغليفه متماسكه. يعني من الاخر كده الموضوع مش سر، وانا هقول لك النهارده التفاصيل. بس بصوا يا جماعه، الموضوع بتاع التقشير سهل جدا. بعد ما تقشريه بخله سنان كده، ده كان فيديو قديم عندي استعنت بالجزء ده لان الجزء اللي فات ما اتصورش. بتسحبي خيط الامعاء بتاع الجمبري من ظهره زي ما انت شايفه كده. الجمبري ده كان صايم، فالحمد لله الخيط تقريبا كان طالع نظيف. بعد كده جهزي التتبيله دي، والتتبيله دي قالها لي واحد معرفه صاحب محل اسماك كبير جدا، ومن ساعتها وانا معتمداها. لان عايزه اقول لك استخدميها مع الكاليماري، استخدميها مع الجمبري، مع الصبيط، من الاخر تحفه يا جماعه. هتروحي حاطه عليها مزوداها ميه وحطاها زي ما انت شايفه كده. انا عايزه الجمبري مي علشان ده اللي هيفرق وهيخلي الجمبري مقرمش جدا. يعني الميه هي سر القرمشه. ايوه يا جماعه والله الميه هي سر القرمشه. تعالوا بقى مع بعض كده بعد ما قلبناها كويس. اهم نقطه، لازم تستخدمي كميه محترمه من الدقيق. لازم هنملح الدقيق زي ما انت شايفه كده. تقدري تحطي عليه منكهات في الفتره دي، بس انا شايفه ان الملح كافي. هتنزلي بنص كميه الجمبري، ولازم تعملي الخطوه دي. بصي، هتفلفليه كده بايدك الاتنين. هتحاولي تخلي الدقيق يغلف كل جمبريه على حده. بصي كده الطريقه دي لازم تعمليها، وتضغطي عليه كده وترجعي تفلفليه وتسيبيه مش اقل من 10 دقائق في الدقيق. كل ما سبت الجمبري في الدقيق كل ما كان افضل. بعد كده هتروحي نخلاه كويس قوي. اوعي تبتدي تقليه دلوقتي، لا اصبري. هنروح نحط بقيه الدفعه اللي احنا كنا مجهزينها وهنغلفها برده بالدقيق على بال ما الجمبري بتاعنا اللي احنا طلعناه يكون اتشمع كويس قوي، وتغليفه الدقيق تكون مسكت فيه كويس قوي. وده لسبب مهم جدا، علشان الزيت بتاعنا ما يغمقش. اول حاجه لازم يكون برضو في القليه يكون زيت غزير، ولازم يكون سخن. هنحط ايدينا كده يا جماعه ونعد لحد 5. لو ايدك في ال5 حست بدرجه الحراره بتاعت الزيت، على طول انزلي بالجمبري. ننزل بيه شويه بشويه، وده لسبب مهم جدا. اول حاجه عشان درجه حراره الزيت ما تنزلش، وبالتالي الجمبري ما يفقدش القرمشه بتاعته، وكمان ما يشربش زيت، وكمان التغليفه ما تقعش. لازم الزيت يكون سخن يا جماعه. زي ما انت شايفه كده، ما بياخدش دقيقتين على النار، اقل من دقيقتين بيكون زي ما انت شايفه كده زي الفل. عايزه اقول لك بتاخدي احلى تغليفه واحلى قرمشه وزيت فاتح مش غامق، لان ما فيش دقيق وقع. فبالتالي الدقيق اللي بيغمق الزيت وبيخليه يتحرق مش موجود. بصوا كده، لازم تستني تعدي 1 2 3 لحد 5. في ال5 لازم تتاكدي ان انت ايدك مش مستحمله فتنزلي بالجمبري. بصوا يا جماعه القرمشه، بصوا التغليفه. عايزه اقول لك من الاخر والله يمكن احلى كمان من بتاع المطاعم. لازم نستنى في كل مره ان الزيت يكون سخن. بصوا يا جماعه اهو، تقليبه 2 التالتة في ال5 بتروحي مطلعه على طول اهو. تقريبا النهارده الفيديو بتاعنا برعايه الخمسات. بصوا يا جماعه اهو، في كل مره بستنى بعد العده ال5، وبعدين بنزل وبقلب تقليبه 2 3 لحد ال5، وبروح مطلعاه. ولازم النار تكون عاليه. دي بقى ده عملنا بقى منه مقرمشات، كنت عملتها لكم قبل كده في فيديو، بيبقى طعمها حلو جدا. وكمان عملنا العيش المنفوخ اللي قدامك ده. سواء العيش او سواء المقرمشات بتبقى واخده من طعم الجمبري، حتى زيت القليه بتاع الجمبري بيخلي طعمها حلو جدا. علشان كده انا استحاله ارميه، لانه فعلا كنز وكلكم مش عارفين قيمته. عايزه اقول لك ان الجمبري ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده مقرمش، تغلفته متماسكه. ده غير ان هو طعمه حلو جدا مش ناشف، في كل المواصفات الجمبري الناجح. علشان كده لو عملتيه ادعي لي دعوه حلوه من قلبك. ولو عجبك الفيديو طبعا يا ريت تعملي لايك وشير، واتمنى لك كل خير. وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.